في مدينة صغيرة تدعى براونو على نهر الإن بالنمسا، ولد طفل يدعى أدولف هتلر عام 1889. لم يكن في ملامحه ما ينبئ بأن هذا الطفل سيشعل حربا كونية. نشأ في كنف أسرة فقيرة، وكان يحلم بأن يصبح فنانا يرسم الجمال ويخلد اللحظات بريشته. غير أن الحياة لم ترحمه، رفض مرتين من أكاديمية الفنون في فيينا، وعاش متشردا بين الملاجئ يبيع بطاقات بريدية ليأكل. سر دفين. حياته المبكرة حفرت داخله مشاعر الكراهية والرفض، ورغبة عارمة في الانتقام من مجتمع لم يعطه فرصة واحدة. حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، انضم هتلر طوعا إلى الجيش الألماني. قاتل بشراسة، وأصيب بجروح، وعولج في أحد المستشفيات. وهناك وهو طريح الفراش جاءه الخبر المشؤوم: ألمانيا أعلنت استسلامها. كانت لحظة انكسار بالنسبة له، لكنها زرعت داخله بذور الحقد. سر خفي. أثناء تواجده بالمستشفى، قيل أنه فقد بصره مؤقتا بسبب غاز الخردل، وعاد إليه البصر مع إعلان الهزيمة، فقرر أن يهب حياته للانتقام. بعد الحرب، عادت ألمانيا منهارة اقتصاديا وسياسيا، والشعب يتألم تحت عبء معاهدة فرساي. هنا ظهر هتلر خطيبا ناريا في حزب صغير يدعى العمال الألمان، تحول لاحقا إلى الحزب النازي. صوته كان يهز القاعات، وكلماته كانت تلمس مشاعر الألم في قلوب الناس. سر دعائي. هتلر لم يصعد وحده، بل اعتمد على آلة دعائية رهيبة يقودها جوزيف غوبلز، صنعت منه رمز شبه مقدس في عيون الألمان. في عام 1933 عين مستشارا لألمانيا. بعد أسابيع احترق مبنى البرلمان الرايخستاج، واستغل الحدث ليعلن الطوارئ ويقضي على الحرية. أصبحت البلاد تحت قبضته الحديدية. بدأ في بناء الجيش وتحدي بنود معاهدة فرساي في تحد صريح لأوروبا كلها. سر غامض. داخل أروقة الرايخ تأسست منظمة النربه التي كانت تبحث عن الأسرار القديمة والعلوم الغامضة، آملين في اكتشاف القوة الخارقة لتسخيرها لخدمة الرايخ. في سبتمبر 1939 اجتاحت القوات الألمانية بولندا، معلنة بدء الحرب العالمية الثانية. لم يمض وقت طويل حتى سقطت فرنسا، وتوالت الانتصارات الألمانية كالصاعقة. سر عسكري. هتلر ابتكر أسلوب الحرب الخاطفة، هجمات سريعة ومكثفة بالطائرات والدبابات تربك العدو وتسقطه قبل أن يستعد. في الخلفية كانت تدار أفظع الجرائم في التاريخ. ملايين اليهود والغجر والمعاقين والمثليين أرسلوا إلى معسكرات الموت. أحرقت الجثث، وامتلأت الأرض برماد الأبرياء. سر مرعب. بعض الأطباء النازيين أجروا تجارب قاسية على البشر، شملت تجميد أجساد أحياء وتجارب على التوائم دون رحمة أو ضمير. قرر هتلر مهاجمة الاتحاد السوفيتي، فتلقى أول هزيمة في ستالينغراد، ثم بدأت القوات الألمانية تتراجع. في الغرب نزل الحلفاء إلى نورماندي، وفي الشرق كان الجيش الأحمر يزحف نحو برلين. الحصار اشتد، والإمبراطورية تنهار. في مخبئه تحت الأرض في برلين جلس هتلر ومعه عشيقته إيفا براون. في 30 أبريل 1945 تجرع السم وأطلق النار على رأسه. كانت النهاية المحتومة لرجل دمر العالم. سر ما بعد الموت. جثته أحرقت بأمر منه، لكن تقارير الاستخبارات السوفيتية والأمريكية ظلت متضاربة. هل مات فعلا؟ أم فر إلى أمريكا الجنوبية؟ السر لا يزال غامضا حتى اليوم. أدولف هتلر كان إنسانا صنعته الهزيمة والغضب والطموح الأعم. أشعل حربا أزهقت أرواحا أكثر من 60 مليون إنسان. ومع ذلك لا تزال أسرار تلك الحقبة تفتح يوما بعد يوم، لتذكرنا أن الطغيان يبدأ بكلمة، وينتهي بنار لا تبقي ولا تذر.